الاستبداد الديني والدنيوي العلمي والسلطاني تولد منه الذل والخوف والجبن والاستكانة، وراجت به سوق النفاق والتملق، وهدم الدين وخربت الدنيا، ولم ترد سوق الفضائل ولا تكون ولا تنهض ولا تقوم سوق النهضة والتنمية في الناس، لأن النفاق هو سيد الموقف تملكا إلى الأقوى وخشية من بطشه، لأن المفتي يذلل له الطريق، يذلل الطريق للسيف، والسيف يلهب المفتي ويمضي السيف المنحرف والقول المنحرف بالأمة إلى الهاوية. فهل يعي أحبار السوء ورهبان السوء وعلماء السوء شناعة وجناية ما يرتكبون في حق أنفسهم وأمتهم؟ عجبا، الحجاج يستبدي، سنة الله في المستبدين والظالمين. الحجاج الذي قتل 1000 من المسلمين يستبدي، وهذه شأن كل حجاج، عندما يريد أن يقتل يبحث عن فتوى. روى البخاري في صحيحه أن الحجاج استفتى أنس بن مالك خادم النبي وصاحبه، الحجاج الظالم الجائر القاتل السفاح يستفتي. عجب، أدركها الحسن البصري عليه رحمة الله، أدرك أن الحجاج لا يبحث عن فتوى وإنما يبحث عن صك لقتل الناس. فقال الحجاج يا أبا حمزة لأنس: ما العقوبة أو ما أقسى عقوبة عاقب بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ انظر دائما فتوى الحجاج والسفاح إلى أين تتجه في العقوبات، عقوبات الرعية